على رابية تطل على نهر أبي رقراق الذي يفصل العدوتين سلا والرباط، تتموقع صومعة حسان شامخة في الزمان والمكان، تطل طلة كبرياء وعنفوان. بشكلها المربع وارتفاعها ل44 مترا تعد من أعاجيب الفن المعماري، دالة على عظمة وفخامة مسجد حسان. شيده السلطان أبو يوسف يعقوب الموحدي في القرن السابع الهجري، أي القرن الثاني عشر الميلادي. كما تلاحظون أن الصومعة ليس فيها رأس. يقول المؤرخون لم تكتمل لأنه مؤسس هذا المسجد ومؤسس الصومعة توفي قبل أن يتمم بناء هذا المسجد. هذه الصومعة كذلك الفريدة من نوعها، لأن لأول مرة في المساجد المغربية يعني تكون الصومعة في غير جدار القبلة وإنما في مقابل المحراب. تميز هذه الصومعة كذلك بزخارف جميلة بديعة مغربية أندلسية من مقرنصات ومن عقود متجاوزة ومن معينات مقرنصة. واليوم يبدو مسجد حسان مقسما إلى جزئين، الجزء الأول أطلال المسجد، والجزء الثاني قاعات الصلاة الفخمة الحديثة. ومساحته تبلغ 19,000 متر مربع، ويضم من المصلين ما يزيد على 20,000 مصلي. فكان هذا المسجد في تاريخه في عهد الدولة الموحدية من أكبر المساجد في العالم الإسلامي. على مقربة منه ينتصب ضريح محمد الخامس برخامه الأبيض وقرميده الأخضر في جو يعبق بالبخور، مع صوت مقرئ يحرك الجنان بتلاوة آيات من القرآن مضمخة بروحانية شهر رمضان. جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه لما رجع من منفاه السحيق سنة 1955، أول جمعة صلى في هذا المسجد في هذه الساحة التي نحن فيها تحت واحد الخزانة، وكان هو الخطيب وكان هو الإمام. ولهذا جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه اختار هذا الموقع ليكون فيه ضريح محمد الخامس رحمة الله عليه. مسجد حسان حسب بعض المؤرخين من أعظم مساجد الإسلام وأحسنها شكلا وأفسحها مجالا.